مش هتقعدي فيها ساعة واحدة ليه؟ زي ما بقول لك ليه؟ كده. ايه رأيك يا سيدي يا حبيبي في الطعام ده؟ وديت أكل لأبويا؟ اه وديت له الاكل. أنت قلت إيه؟ اه وديت الاكل لابوه. لا أنت في أول الكلام قلتي أنت إيه رأيك في حاجة كده إيه؟ انت ايه رأيك يا حبيبي في الاكل؟ مش عارف أنت بتقول إيه يعني. انت يعني بس آكل ولا ما آكلش؟ ما تاكل يا سيدي، مش انت اللي هو قعدت تقول لي انت ما تدلعينيش. انت مش بتقولي لي كلام حلو، مش بتقولي تقولي لي يا حبيبي، تقولي لي انا مش عارفك ايه. اهو انا بميسك اهو. أيوه بس مش على الأكل. مش على الأكل. واني الأكل دوت يعني بيبقى الواحدة يا إما حاطة حاجة في الأكل، يا إما في هدف ورا الكلام على الأكل. يعني انا يا ولا لو اتميزت عليك مش عايب، ما اتميزتش مش عايب. عامل فيك ايه يعني؟ ماشي مش على الأكل. ما انا اقول امتى؟ بعدين خد بس كده دوق الحتة دي كده. ده عشان ما أنتش هاكل غير لما تاكل قدام اهو مني. انت اهو. أه. اهو الأكل حلو زي العسل، طعمه جميل والله، تسلم إيدك. تسلم. المهم يا سيد، مم. عايزاك في موضوع كده يعني مش هياخد مننا يعني 5 دقايق 10 دقايق بالكتير. موضوع. امم عشان قلت موضوع إيه؟ بص يا اسطى، مم. النيش ده اهو، النيش اللي هناك ده اهو، أه. بفكر كده ده يعني. تابوت بتاع الفراعنة. التابوت هيضل 7000 سنة كده بالحاجة اللي فيه. ليه متحنط هو؟ حسبي الله ونعم الوكيل. جبنا يعني مكلف يجي 15000 جنيه على إيه؟ أنا مانيش عارف. مش وأيام عارف. الرخص من 2019 دلوقتي هتلاقيه أضعاف. ملوش ريحة اللازمة ولا ريحة العزا، والله يا ريت يلغوا من موضوع العزال والفرش ده. وهني بقى يا اسطى بفكر ايه، آه. ان انا انزل كل اللي فيه ده هو، ماشي، واحطه في الكرتونه واعمله تحت السرير. احطه في كراتين واعمله تحت يعني السرير. برضه اه. طب ايه لازمتها؟ ما هسيبه يعمل ايه؟ هنستفاد منه ما ناكل فيه. قلت العيال تكسره هتجيب غيره. ما ينكسر ولا يولع. خلاص ده مش محنطات، حطهم في لا كراتين. خلاص هطلعه، لو اتكسر هجيب غيره. مش جايب حاجة. خلاص هحطه في الكرتون واحطه تحت السرير، واخلي بقى النيش ده هو اعمله دلاب للبت كام. والله العظيم فكرة جميلة. ايه رأيك؟ وربنا أحلى فكرة. اخلي خلي بقى بالك يبقى دلاب 10 على 10. دولاب مو كبير مو. وحطيه بين الأوضتين اللي هم وما مفتوحين على بعض. هعمل كده. حطيه يبقى أنت استفدت من الأوضة خليتهم أوضتين. والفتحة اللي تحت اللي هي تحت دي. يبقى أوضة لأحمد وأوضة الكيان. ايوه ما هعمل كده. عارف اه. انت الفتحات بتاعته اللي تحت اللي هي تحت اللي هي عالية اه دي، عارف. احط فيها الايه البطاطين والحفا. عارف. واخلي بقى ميدو الأوضة بتاعته زي ما هي الدولاب بالسرير، عارف. واخلي الكيان الأوضة التانية الدولاب بالسرير، عارف. والأوضة التالتة اللي هي بتاعتي بقى الأوضة بالدولاب، الدولاب بالسرير. يبقى أوضة الكيان وأوضة الميدو وأوضة ليا. وأنا أنام فين؟ انت وجانا من هنا على الركن. واقول لك امك مظبطه الاوضه اللي كان عنده بيبات فيها، انزل بس تحت. أنا أنام على الركنة. اه. آخر الزمن واحدة مفعوصة زي دي تقول لي نام على الركنة، وأنا اللي كنت سلطان زماني. يا على ده زمن. طيب طيب، سرحت في ايه؟ ولا حاجة. خلاص يا عم ما تزعلش، يبقى تعالى نام جنب مني، ما تزعلش. أنام كل يوم في أوضة بقى، يعني كل يوم أنام مع واحد شكل. لا 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 خلاص. ماليش ملجأ. لا 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 خلاص. ايه رأيك بقى؟ عشان بصراحة الضرفتين بتوعك اللي في الدولاب اللي انا سايبهم لك عايزاهم. الهدوم هتحطهم فين؟ جبت لك كرتونتين من عزال اخوك، احطهم لك فيه. لآخر الزمن الهدوم هتتحط في كراتين؟ خلاص يا عم ما تزعلش، احط لك في البوفيه اللي ملوش اي 30 لازمه ده. النيش دي لو اتنقل من مكانه مش هتقعدي فيها ساعة واحدة ليه؟ زي ما بقول لك كده. ليه؟ عايزه اخلي بنتك في اوضه وابنك في اوضه. خد يا سيد. وأنا أنام على الركن. لا طب تعالى نام جنب وأنا مني. هدومي تتحط في كرتون. لا احطها لك في البوفيه.
وانت عارف يا سيد ان الهدوم بتاعتي مش مكفيه احطها في الدولاب، ما انت عارف يعني. انا عايزه الضرفتين. اديهم لي يا عم، هتبخل عليا بضرفتين؟ انت عايزه تشيليني؟ هتبخل عليا انا بالضرفتين؟ بجيت بنام واخاف ما اقومش من النوم. لا بعد الشر عليك يا اخاف سيد. يجي لي جلطه ولا يجي لي شله ولا لا يجي لا لي لا حاجه. لا, لا ما تقولش كده بعد الشر. انت عايزه مني ايه يا وليه انت؟ انا عايزه الضرفتين بتوع الدولاب. عايزه مني عشان ما اعملش والله العظيم. هيجي في يوم هيفوت بيا هفوت في كرش. عايزه الضرفتين. انا بعرفش شهر. خد يا سيد. هيجي يوم هفوت في كرش. طب تعالى كمل قتله. شفت اللي عمالين يجيبوهم في الجدار اللي يعدموهم ده هم. هاجي في يوم حاسس ان انا هبقى واحد منهم. لا لا بعد الشر عليك، تعالى كمل قتله. خد يا سيد.